مشاهدينا الأعزاء، نحييكم في هذا الصباح الجميل على أرضية ميدان بودليق 7 يناير 2023 للميلاد. انطلق شوط الكاس لفئة البكار الثنايا والحول من مسافة 8 كيلومترات. نطلب التوفيق والسداد والنجاح للجميع. نشكر أخواننا على أرضية ميدان بودليق، نشكر البطاحين عامة على هذا الكرم الفياض، ولا يستغرب الكرم على أهل الكرم. نعم، نبحر معكم اليوم يوم الكبار، يوم العمالقة. ترحيبنا برئيس الاتحاد السوداني، ترحيبنا برئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. أيضا ترحيبنا بأمير الشباب الرشايدة عبطان بن أحمد الذي تواجدوا معنا في هذا الحدث الكبير على مستوى جمهورية السودان. ننطلق مباشرة عند مقدمة الشوط وصدارة هذا الشوط. أرى النادر عبد الخالق بن عطية، وصلت إعمار، وصل رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل بقيادة فرج ابن محمد. المركز الثالث أرى الغدوم من الاستقلال موسى الجراري. تدخلت أركان أمالك هجن الشعبية إبراهيم ابن فويز الدهيمي. المركز الخامس أرى الوصول من دورقة محمد بن حمراء الدامر. يا هالي ممثلين ولاية نار النيل وممثلين ولاية كسلا، اليوم يحضرون في شوط الكاس، وما أدراك ما شوط الكاس. لكن لا زالت النادرة عبد الخالق بن عطية. وصلت إعمار ودارج إعمار صاحبة الإنجازات، صاحبة الإبداعات. وعلى فكرة يا جماعة، أخت شودة صاحبة الإنجازات، صاحبة العوايد، رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. المركز الثالث أرى الغدوم والوصول من استقلال موسى الجراري. وصلت من دورقة محمد بن حمراء. أهالي الدامر اليوم يتنافسون، أهالي ولاية نهر النيل ليكونون حضورا. أيضا وصلت ممثلة ولاية كسلا بكل قواتها بكل أركانها. اليوم تتواجد لتكون حضورا في هذا الحدث الكبير على مستوى جمهورية السودان على أرضية ميدان بودليق. أسماء كبيرة، وما أدراك ما الكبار، إنها الكبار. اليوم يوم العمالقة، يوم العمالقة، يوم الإنجاز، يوم التاريخ. من يحظى بهذا الشرف، من ينتزع هذا الكاس. ولكن لا زالت النادرة نادرة في شكلها في لونها. عبد الخالق بن عطية. المركز الثاني إعمار رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. المركز الثالث أرى فيه اللي هي دورقة ولا من الاستقلال موسى الجراري. وصلت دورقة محمد حمراء الدامر. من يدخل التاريخ 7 يناير 2023 حدث على أرضية ميدان بودليق. ولكن بدت المعركة مبكرة يا خالد يا ابن محمد يا ابن حمد الله. اليوم معركة الكبار. الله، أرى التسلل من صاحبة الإنجازات، صاحبة الإبداعات مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. المركز الثاني اليوم مناورات ما بين عبد الخالق بن عطية ورئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. وصلت أركان، وصلت بكل قواتها بكل ما تملك. مالك هجن الشعبية إبراهيم
إبراهيم ابن فويز عدهيمي ممثل ولاية كسلا. المركز الرابع أرى الغدوم من استقلال موسى الجراري. المركز الخامس أرى دورقة محمد حمرة. أهالي الدامر يتحركون ولكن طوفان يثور على أرضية هذا الميدان. ها هي الجماهير تترقب من تحسم هذا الشوط، من تتزع الكاس، ولكن رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل لا زال يتمسك بقيادة فرج ابن محمد. يا ابو محمد ماذا انت فاعل يا فرج؟ هجن العواصف السودانية مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. المركز الثاني أرى فيه النادرة عبد الخالق بن عطية. تحركت على ثالث المراكز استقلال موسى الجراري. أركان على رابع المراكز مالك هجر الشعبية إبراهيم ابن فويز عدهيمي. اليوم يوم الكبار، يوم المعركة، ولكن معركة الناموس، معركة الانتصار. من يثبت وجوده على أرضية هذا الميدان؟ من يدخل التاريخ؟ ولكن إلى الآن الذي في تاريخ وسجلاتنا هو رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. ولكن النادرة على ثاني المراكز عبد الخالق بن عطية. هدي أعصابك يا عبد الخالق يا بن عطية. أرى أركان غادمة. أرى إبراهيم ابن فويز عدهيمي يتحرك وينطلق على المركز الثالث. يا سلام الله، بدت المعركة والهجوم المبكر في هذا اليوم الكبير. النادرة تتسلل، عبد الخالق بن عطية إعماره على ثاني المراكز. رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. بدت المناورات، بدت المعركة، معركة الكبار. الله يا عمار، الله درك يا عمار. وفرج بن محمد يقودها في عملية التضمير. المركز الثاني أرى النادرة للسيد عبد الخالق بن عطية. اليوم معركة وما أدراك ما المعارك. انطلقت اعمار مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. والنادرة تحاول النادرة على ثاني المراكز عبد الخالق بن عطية. ولكن رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل يتجول مع الشوط الأول الرئيسي لفئة البكار الثنايا. ها هي اعمار الانجازات، اعمار الابداعات. نعم انها اعمار. الله يا اعمار ودارك اعمار. رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. نعم انها اعمار. وماذا فعلت يا رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مع اعمار؟ الله يا راعي راهي. اليوم نفتقد راهي، واليوم تأتي إلينا بإعمار الإنجازات، إعمار الإبداعات. رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل بقيادة فرج بن محمد. لله درك يا أبو محمد، لله درك يا فرج. ماذا تفعل في هذا اليوم الكبير؟ الكاس غادر إلى أرضية ميدان سيدون. وسلام عليكم يا هالي سيدون جميعا. محمل على ظهر اعمار الانجاز، اعمار الابداع. انه ليوم كبير، انه لحدث كبير يسجله التاريخ في سجلات رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل. نعم ها هي اعمار صاحبة الكاس. رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك
بن محمد بن صلاح الفحل، وصلكم السلام أهالي سيدون. شكرا فرج بن محمد على هذا الإبداع والتميز. ولاية نهر النيل تنتفض في هذا الصباح الجميل مع أعمار بدون منافس على الإطلاق. وسلام يا أعمار، سلام سلام رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل، من كان حاضرا من كان متواجدا. النادر على ثاني المراكز، عبد الخالق بن عطية أركانه على ثالث المراكز، مالك يجي الشعبية إبراهيم ابن فويز الدايمي. ولكن حلق السلام من أرضية ميدان أبو دليق إلى أرضية ميدان سيدون مع رئيس هيئة شورى قبائل الرشايدة مبارك بن محمد بن علي بن صلاح الفحل.